هلا وشلونكم بنات أخباركم يا رب كلكم بخير وصحة وعافية. اليوم حبيت أشارك وياكم طبخات الأسبوع اللي سويتها بيوم العطلة. سويت 4 أكلات طيبة وسهلة والكل يحبها. أول شي راح أبدي بالكفتة. الكفتة العادية يعني ما ضفت لها أي إضافات جديدة غير اللحم البصل معدنوس وطحين وشوية بهارات. عجنتهم سوية وبعدين سويتهم على شكل أصابع وأخليهم بالفريز، يعني إذا تحتاجوها للتبسي مثلا أو نشويها بحدها مرات ويا شرائح بصل وطماطة همينة طيبة. بعدين بديت بمرقة البوتيتا، قطعت البوتيتا على شكل مكعبات وحمستها ويا البصل والثوم وضفت البهارات، وأحب أضيف نومي بصرة. كسرت نومي بصرة واحدة وذبيتها على ويا البوتيتا والبهارات تنحمس. بعدين ضفت إذا عندكم مي لحم طبعا يكون أطيب، أنا استخدمت مي لحم لأنه سلقت اللحم اوريدي وبس ضفت المي وضفت عليه شوية ملح. أخليها على ما تستوي، ما أخليها تنمرد زايد، وبعدين بس أضيف اللحم على الوجه. بعدين راح أبدي بصينية المعكرونة أو السباجيتي أو الفوتوشيني، يعني إلها هواي تسميات. هذا الدجاج طبعا شوفتكم إياه كان زايد عندي من الليلة اللي قبلها، سويت شاورما وزاد عندي هاي الكمية، يعني كمية حلوة، فلهذا قررت أسوي صينية المعكرونة، هواي نحبها بالبيت وسهلة. فهاي النوعية جاي أشوفكم إياها تكون مثل شرايط، يعني هي السباجيتي أو الفوتوشيني. راح أستخدم اللهانة والفلفل الأخضر، قطعته شرائح يعني رفيعة قد ما تقدرون. وهنا بديت أسلق السباجيتي. اللهانة بنات والفلفل تنطي طعم جدا طيب للمعكرونة، وأصلا ما تبين، يعني تهسه تشوفون تنحمس وتذوب، يعني ما تبين أبدا. هنا رجعت على المرقة، شوفوا بنات بس مجرد أبزها أشوفها مستوية على طول أطفيها، لأنه ما نحب إنه تنمرد زايد، أحب إنه قطع البوتيتا تظل وحدة بوحدتها. أنا لأنه الأكلات مسويتها سوية فلهذا أطفر منا ومنا حتى أشوفكم وين وصلت. فإيد منا وإيد منا. بديت أحمس باللهانة والفلفل وضفت عليها الصويا صوص يعطيها طعم بنات مثل المطاعم، خاصة التشاينيز فود. وشوفوا يعني حمسته ذبل يعني تماما، ما يبين انه اكو اصلا لهانة، بس مجرد ينطيها طعم. ضفتها على السباجيتي وخليتها بالصينية، وراح اسوي البشاميل. البشاميل سويتها وياكم بالفيديو اعتقد السابق. يعني البشاميل عادية، زبد وطحين، ملعقة جبن كريمة وشوية ملح وماجي. هنا همينة بنات سويت كمية من الزلقطة وخليتها بهذا البايركس الكبير وأخليها بالثلاجة، يعني نستخدمها يومين 3 على قد الحاجة. وهاي صينية المعكرونة همينة صارت جاهزة. هسه راح أبدي وياكم بمحشي البصل والملفوف. بالنسبة للحشوة بالضبط نفس حشوة الدولمة. لحم بصل ثوم معدنوس، ما كان عندي شبنت، لو عندي أضيف همينة طيب طعمه. والرز المصري طبعا مو العادي، وبهارات دبس الرمان. الشي الجديد اللي ضفته هو ملعقة صغيرة من القهوة العربية، وضفت نعناع مجفف ينطيها يا بنات طعم الملفوف، فد شي يصير غريب، فد شي جنن. دبس الرمان ضفت معجون طماطة. هنا بديت همينة أسلق الملفوف والبصل. بين ما ينسلق الملفوف والبصل سويت هنا تتبيلة الأجنحة، معجون زيت عادي مو زيت زيتون، ماجي وعصير ليمون وشوية صويا، ما خليت أي نوعية بهارات. هنا أصلا كنت منقعة بنات الأجنحة بالمي والخل الأبيض، ما تدرون كمية الزفرة اللي طلعت من خليت الخل الأبيض. وهنا صارت عندي الحشوة جاهزة والملفوف همينة، راح أطلعه هسه على ما يبرد بين ما أتبل الأجنحة. بديت هسه بنات ألف المحشي. راح أبدي
هنا أنا جاي أشوفكم حضرت الأشياء، وأهم شي استكان شاي وخليت جوه بالجدر لهانة وفصوص ثوم. بديت أول شي بالطبقة الأولى البصل وبعدين اللهانة. بالنسبة للصلصة اللي خليتها على الوجه معجون ودبس الرمان وماي وشوية ملح. هنا أنا همين الأجنحة بنات ما تتخيلون ايش قد صارت طيبة ولذيذة وترفة بشكل. تقدرون تستخدمون وياها صلصة الباربيكيو، الصلصة الحارة. هنا همين المحشي صار عندي جاهز، خلاص طفيته على ما شوية تبرد وبعدين أشوفكم الشكل النهائي. وهذا الشكل النهائي بنات، صارت ذايبة بشكل خرافي، طعمها يجنن. إن شاء الله حبيتوا الفيديو. أدري يعني الفيديو قصير، بس حبيت أشارك وياكم جزء من روتيني اليومي، وحابة إن شاء الله بالأيام الجاية أشارك وياكم شغلات من أيامنا ومن روتيناتنا العادية. لا تنسون اللايك وتعليقاتكم الحلوة. باي باي.